الشرقية اليوم ستعيد بث لقاءات الفنان الراحل معلم الأجيال فاروق هلال من على شاشتها استذكارا له. احنا نقدم خالص العزاء والمواساة لأهل الراحل ولكل محبيه. آخر ظهور له في قناة الشرقية، نتابع وياكم. موجودين اليوم في دار التمريض الخاص ضمن مستشفى مدينة الطب في وسط العاصمة العراقية بغداد، واحنا على الغرفة رقم 335 هنا في هذه المستشفى للاطمئنان على صحة فنان الشعب حامل قلادة الإبداع الفنان الكبير الموسيقار الكبير فاروق هلال. نعيد عليك ونقول لك كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، كل عام ويومك سعيد ان شاء الله. اشكرك جدا. الله يسلمك ويحفظك. والله هي فرصة انه انا اول مرة في العراق اهنئ الشعب العراقي الكريم، واشكركم على مجيئكم للاطمئنان علي، لانني انا ارقد الان بعد تدهور صحتي وإعازة دولة رئيس الوزراء وزراء العراق الأستاذ محمد شيع السوداني في نقلي فورا إلى دار التمريض الخاص، وأنا الآن أعالج بشكل دؤوب، ويعني يقومون بكل واجباتهم بأقصى ما يمكن من أجل إعادة الاستقرار إلى صحتي. ففرصة كبيرة جدا أن نهنئ بعيد الأضحى المبارك الشعب العراقي الكريم. بنفس الوقت أيضا أحييكم وأحيي الأستاذ سعد البزاز بإعطاء الأوامر لكل الكوادر في الشرقية وفي جريدة الزمان بأن يسلطون الضوء على هذه الرؤية الحضارية الجديدة في العراق الآن بحفظ كرامة الفنان في بلده. هاي مسألة كبيرة جدا يعني، وجريدة الزمان اللي بادرت بأول يوم لحضوري بإرسال باقة ورد ووضع الموضوع بالصفحة الأولى، هذه كلها تدل على أن الأستاذ سعد البزاز له دور كبير في إظهار هذه الرؤية الحضارية التي وجدت في العراق. نرجع ونقول لك انت قيمة إبداعية وفنية عليا في العراق، والناس كلها تطمئن على صحتك، واحنا هم جينا وطمئنين على صحتك، ونقول لك كل عام وانت بخير، وان شاء الله ايامك سعيدة وهانئة. وانت فاروق هلال هذا الاسم الكبير وهذا العنوان الشامخ في مجال الموسيقى والإبداع، وعلامة من علامات الوطن العراق. شكرا. بس أنا أريد أقول مسألة كلش كبيرة وتهمني، لأنها تهم كل المثقفين والمبدعين. يعني إذا كنا نعيش سنوات طويلة أن مطربة الحي لا تطرب، لا، الآن مطربة الحي تطرب وتوضع في المكان اللائق وقت الحاجة. بارك الله بكم كلكم. الله يسلمك حبيبي الأستاذ، شكرا. تحفظ كرامتك في بلدك، ما تستعين ببلاد. هاي نعمة الله على النور على القلوب. دكتور حيدر، شلونك؟ الله يسلمك. كل عام وانت بخير، يومك سعيد. الله يخليك على الجميع ان شاء الله. اليوم يومكم ضيف، بس ضيف مو عادي ان شاء الله. فاروق هلال. اي احنا بالنسبه لنا استقبلنا المريض، كان يعاني من الم اسفل الظهر بعد اجراء الرنين المغناطيسي والفحوصات. تبين يعاني من انزلاق غضروفي بسيط، لكن لا يحتاج الى تداخل جراحي، فقط علاج تحفظي احنا نسميه. زين. الان يعني بدا الالم يخف بنسبه كبيره. زين، والمريض يستطيع المشي،
واحنا مستمرين والحاله مستقره ان شاء الله. احنا شفنا الاستاذ فاروق من اجى يعني كانوا وياه مساعدين، بس يعني زين الحركه مالته هم زين بسيطه، لكن الان الوضع احسن ان شاء الله وفي طور التشافي ان شاء الله. جميل جدا. احنا شفناك تضحك الله يخليك الله يسلمك. وكانوا دكتور حيدر دائما الابتسامه ايضا فشي معنوي ينعكس لصحه المريض. صحيح 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 صحيح. كل الاطباء يضحكون الله يسلمك الله يخليك. احنا بخدمته ان شاء الله وما نقصر وياه ان شاء الله. الله يسلمك استاذ. الامور تمام استاذ. يقول دكتور حيدر والله الكادر الطبي الموجود في دار التمريض الخاص من المدير الى اصغر واحد تجد رعايه لا تصدق. جميل جدا جميل. وكانك ببيتك وكانك ببيتك قاعد. نعم. والاخوان انا شفتهم يعني ما اعرف اسمائهم، محمد معاون طبي استاذ محمود مدير اداره يستقبلونه بالابتسامه الحلوه. شنو كلكم هنا تبتسمون؟ جزء من واجبنا هذا. نعم. الاستاذ فريد مدير الدار جانب مرتين شخصيا هنا. الدكتور فريد مدير مستشفى دار. مدير مستشفى الدكتور علي سعد ايضا كان ويانا على اتصال من مستشفى بغداد. اكيد كل هاي الجهود ان شاء الله يعني صدقني دكتور حيدر وصدقوني هنا الاساتذه ايضا، كل هاي الامور اشاد بها الاستاذ فاروق هلال الفنان الكبير، هذا القيمه الفنيه الكبيره العراقيه اشاد بها، وكلها انعكست ايجابيا على حالته الصحيه. الحاله النفسيه ايضا مهمه للمريض. طبعا هو هذا يعني جزء من العلاج هو الحاله النفسيه للمريض. زين. لانه الاهتمام والعنايه ايضا يعني يخلي تحسن عند المريض بحالته. دكتور حيدر جابر شكرا لك وشكرا لكل الاخوان في دار التمريض الخاص. يمكم ضيف ثقيل بالابداع، ثقيل بحب الناس. هذا هو فنان الشعب حامل قلاده الابداع، الفنان الكبير فاروق هلال موجود يومكم، وانتم هو اشاد بكم وما شاء الله وصفكم ب يعني كعائله مترابطه هنا في دار التمريض الخاص. يومكم موجود وايامكم سعيده وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله العيد الجاي ما يكون بالمستشفى، يكون على مسرح، يكون باغنيه. ننتظر من اعمالك الجميله. اسئله حلوه بالناحيه الفنيه. نعم. شوف انا كانت عندي عمل لحنته راح اموت وما اشوفك يا عراق. الله يعطيك الصحه والعافيه والعمر الطويل ان شاء الله. راح اموت وما اشوفك يا عراق. شعر فالح حسن الدراجي. لا انا راح اخليها تغنى الان، مو راح تموت، راح تعيش. الله راح تتغير يعني. شكرا. فان شاء الله. تقدر تدندن لنا شويه من لا لا انت دائما ميال الى هذه الاشياء. لا تسلم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لكم. طبعا احنا موجودين في دار التمريض الخاص، اطمئنينا على صحه فنان الشعب الفنان الكبير فاروق هلال، وايضا عايدناه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. وشكرا للدكتور حيدر جابر، وشكرا لجميع الاطباء وايضا الكادر الموجود اللي الان يعتني بصحه الفنان الكبير فاروق هلال. شكرا. كان هذا آخر لقاء وظهور على قناة الشرقية، ومثل ما شفتوا كان مع الزميل ميناس السهل. حقيقة علاقتنا بالأستاذ الراحل فاروق هلال معلم الأجيال كانت علاقة مميزة جدا، نكن له الكثير من المحبة والاحترام، وكنا نتابع كل خطواته في أزماته الصحية، في نجاحاته، في فرحه، في إنجازاته.